عاجل وبالفيديو. أول تصريح إعلامي للمدرب السابق وحيد خليلوزيتش بعد الإعلان عن تشكيلة المنتخب لكأس إفريقيا ويزلزل كل المغاربة بما قاله عن المنتخب. وكان قد أعلن الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي يوم الخميس الماضي عن التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2024 المقام في دولة الكوت ديفوار ابتداء من منتصف شهر يناير المقبل، حيث سيخوض المنتخب المغربي منافسات الدور الأول إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا، حيث نالت التشكيلة إعجاب كل الجماهير المغربية وقالوا أنها تشكيلة مثالية وتضم كل اللاعبين المحترفين. وتفاجأت وزلزلت كل الجماهير المغربية قبل قليل بأول تصريح وخروج إعلامي للمدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، وذلك بعد أن أعلن المدرب وليد الركراكي عن التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها المغرب في كأس الإفريقية، حيث حسب ما نشرت العديد من المنابر الإعلامية فإن خليلوزيتش خرج بتصريح يعبر فيه عن رأيه حول تشكيلة المنتخب المغربي وعن توقعاته للمغرب في كأس إفريقيا، حيث قال: في الأول لم تعجبني التشكيلة وأرى أن هناك سوء اختيار للاعبين. وقال أيضا: أنا لا أظن أن المنتخب المغربي سيحقق الكثير خلال كأس الإفريقية 2024، وأعتقد أن الجزائر ومصر هما المنتخبان اللذان من الممكن أن يحققا إنجازا كبيرا. وهذا ما فاجأ وصدم كل الجماهير المغربية.